اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، ثم أما بعد. حديثنا اليوم عن الزلزلة، وهناك سورة في القرآن الكريم تعرف بهذا الاسم، وأخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل نصف القرآن. آياتها 8. اختلف المفسرون والعلماء أهي مكية أم مدنية، وأرجح الأقوال على أنها مدنية. وتبدأ السورة بقول ربنا تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وهذا الزلزال الذي تحدثت عنه السورة يقال زلزال ويقال زلزال بالفتح. زلزال مصدر، زلزال اسم، قراءتان: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وهذه الزلزلة إنما هي زلزلة فناء الكون كله، لأن هناك فارق ما بين زلزلة الحال وزلزلة المآل. فزلزلة الحال كما جاء في حديث إمامنا الحاكم في مستدركه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يروي لنا حديثا تنخلع أمامه القلوب. قال أنس: دخلت على عائشة رضي الله عنها ورجل عندها، فسألها، أي الرجل، قائلا: يا أم المؤمنين، حدثينا حديثا عن الزلزلة. قال أنس: التفتت عائشة رضي الله عنها إلى الجهة الأخرى، أعرضت بوجهها عن الرجل. قال أنس: فقلت: يا أم المؤمنين، حدثيني حديثا عن الزلزلة. فسكتت. كرر أنس بن مالك سؤاله عليها: حدثينا عن الزلزلة. قالت: يا أنس، إن حدثتك عن الزلزلة فسوف تبعث يوم القيامة حزينا، وسوف تعيش حزينا، وفي قلبك يوم القيامة حزن. قلت: حدثينا يا أماه عن الزلزلة. فقالت: يا أنس، إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها وتعطرت لغير زوجها فإنها هتكت ما بينها وبين الله تعالى من حجاب. فإذا شربوا الخمور بعد هذا وضربوا المعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم. قال أنس: يا أم المؤمنين، رحمة بهم أم أنها عذاب؟ قالت: يا أنس، إن تابوا ونزعوا وإلا أهدمها عليهم، إنها رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين. قال أنس بن مالك:
ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من هذا الحديث، حيث أبعث يوم القيامة فرحا وأعيش فرحا وفي قلبي فرح، أو قال في نفسي. الحديث مفاده أن هناك زلازل التي يعرفها الناس، وهذه الزلازل التي تقاس بمقياس ريختر، يقولون الزلزال بقوة كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا، في الآخرة زلزال الآخرة لا ريختر ولا قياس ولا مقياس. هذه الزلازل في دنيانا لا تساوي شيئا أمام زلزلة الآخرة. ولكن أنسا بعث إلى كل مؤمن بنوع من الطمأنينة مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى في حديثه القدسي: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه عن المؤمنين: وهم من فزع يومئذ آمنون. المؤمن يأمن، بل يسعد، بل يتعجل قيام الساعة وهو في قبره: رب أقم الساعة، عندما يرى قبره روضة من